دائما يسألوني يقولوا لي كرار، انت من اهل الفضيليه لو من اهل العماره؟ لا، انا رجال من اهل العماره وشطنا عماره، ولكن نعتز ونفتخر بعمامنا عقيل اهل الفضيليه. وما دام دخلنا بصلب موضوع عقيل اهل الفضيليه، فاهل الفضيليه انا برايي كرأي آه، فهم اثقف واشجع ناس عندنا، هم عقيل أهل الفضيلية. أشجع ناس، خلي أعيدها مرة ثانية، وأثقف ناس وأفهم ناس. شنو الدليل على هذا الكلام بأن هم أشجع وأثقف ناس عندنا وأكرم ناس عندنا؟ شنو الدليل؟ الدليل أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، أغلب ربعنا تعرف كنت أنشر دائما، أنشر بالبيت مال شخصيات عقيلية. ف... فد يوم من الأيام عندي ولد عقيلي حليلاوي من أهل الموصل، فهذا الرجال دكتور. فالمهم نشرت منشور إله، فالمنشور إيش كتبت على الكريشة؟ كتبت فلان بن فلان من محافظة الموصل. آه، فأي عقيلي عنده دكتور ابن عمه دكتور، خلي يدز لي اياه وانا بالنسبه لي راح انشر. فهذا الدكتور المصاوي يعتبر آه، المنشور رقم واحد، وكذا قال راح يدزه، راح اكتب وراه المنشور رقم اثنين، منشور ثلاثه، من الى ان نشوف عدد دكاتره عقيل ايش قد بالعراق. فالمهم اغلب ربعنا تدرب هذا المنشور، وبديت انشر. فمن بديت انشر، هذا اللي يدز صورة ابن عمه، هذا اللي يدز صوته شخصيا، يقول انا وياك فلان بفلان دكتور. فمن هالباب نشرت عقيل، فعرفت اغلب الدكاتره مال عقيل، كلهم قمت اعرفهم تقريبا. فمن بديت انشر هنا أنا بديت اقيم بيني وبين نفسي، شلون عرفتهم بين هم اغلب ناس مثقفين واصحاب شهايد. هنا أنا شلون قيميتهم موجودين عندنا عقيل اهل البصره اكثر من عقيل اللي هم بالفضيليه تقريبا مرتين، ما نقول بثلاثه، نقول مرتين. وعندنا عقيل اهل العماره اكثر من عقيل اهل الفضيليه بثلاث مرات، يعني هاي صاروا ايش قد؟ خمسه. وعندنا عقيل اهل الناصريه اكثر من عقيل اهل الفضيليه بثلاث مرات، يعني تقريبا بثمان مرات اكثر من عندهم. هذول الثمانيه اللي هم بالناصريه عقيل، والبالعماره والبالبصره، هذول كلهم اللي بجنوب العراق، طلعت الدكاتره اللي عندهم نشرتهم، والدكاتره مال اهل الفضيليه من قيميتهم اهل الفضيليه طلعوا اكثر من هذني الثلاث محافظات، يعني عقيل هناك اكثر. وهنا الشهايد اهل الفضيليه والدكاتره اللي بالفضيليه طلعوا اكثر من الموجودين جنوب العراق. هذا من باب. من باب ثاني حتى الضباط هم نشرت ضباط عقيل. عقيل عندنا بس بيت دريول، بيت واحد، اب واولاده، اللي هم بيت عاتي، بيت دريول بالذات اهل البصره، بيت واحد بيه تقريبا اربع ضباط. وعندنا بيت كركوش النواشي اللي هم بالكوت، عندنا بيت كركوش بيتين، بيت كركوش آل سلمان، وعندنا النواشي. انا اقصد بيهم النواشي ذولا بيت واحد طلع بيه تقريبا ست ضباط، مدري سبعه، الله لا يكذبني، هو موجودات المنشورات لحد الان. فالمهم قلت لك نشرت هم هذا كل المحافظات، فهم طلعت الفضيلية أكثر من البقية. هذا من باب ثاني. قلنا أشجع ناس، الشجاعة هي بهم المعروفة، معروفة كبداية بالكرم. الكرم هم قصتها شلون؟ قياسي بزمن المشاية الإمام الحسين عليه السلام. تعرف كل جماعتنا بالجنوب يعزمون، فهم فد يوم من الأيام مشيت من البصرة طبيت بالناصرية، محافظة الناصرية والسماوة والديوانية وكربلاء. هذني الأربع محافظات تقريبا، الله لا تكذبني، ما شفت بيهن 10 مواكب تابعة لعقيل. أما عقيل أهل الفضيلية بس
المواكب اللي بمنطقة عون ناصبينها فهن أكثر من 15 موكب. بس أهل الفضيلية قلت لك لأن أنا هم مقياسا بمن فذنش المحافظات فتجاوزوا هذيك المحافظات. ومع احتراماتي طبعا أنا المحافظاتنا وأنا اللي جاي أحكي عليهن من ضمن محافظتي. هاي من باب الطلايب والمشاكل هم يتميزون علينا بقوتهم. شلون؟ واحدة من اعتنانا شهدت بيها. فاليوم صارت مشكلة. المشكلة هاي وين؟ المشكلة بالمعامل. تقريبا قبل 4 سنوات، اي 4 سنوات 3 سنوات. من صارت المشكلة أنا موجود بوقتها قاعد بالمعامل وصارت المشكلة. قالوا قرار، قلت لهم قالوا خلينا نفزع عمامنا كلها تجي. فالمهم خابرينا العبيدي، الكمالية، حي النصر، حي البتول، منهن الفضيلية هي تعتبر آخر منطقة. هذا اللي عديتهن آخر منطقة الفضيلية. فأهل الفضيلية دخلوا قبل هذني المناطق، قبل الكمالية وقبل العبيدي وقبل حي البتول وقبل حي النصر وحتى قبل أهل المدينة. فأول من دخلوا لها أهل الفضيلية من فزعناهم. فهاي من منطلق ثاني قلنا هاي الفضيلية أهل مجاور لها المناطق، البلديات، المشتل، العبيدي، نرجع الكمالية، يعني هاي المناطق القريبة عليها. فدائما من تصير مشكلة مثلا نقول ويا أهل ويصير مشكلة قال يصير مشكلته وهو ساكن بالبلديات، ما يقول أنا من أهل البلديات، رأسا يدعي من أهل الفضيلية، رأسا يبقى يحكي باسم أهل الفضيلية. فهاي شفتها، وعلى مستوى حتى أطراف بغداد مثلا وبغريب، وحتى على مستوى المحافظات من الجنوب تحكي قال لك أنا عمامي ترى عيال وعمامي بالفضيلية، يعني يتباهى ويزامط بمن بالفضيلية، ما يتباهى ويزامط بالموجودين يمه بمحافظته واللي هم أكثر من أهل الفضيلية. 3 أو 4 هن هواي في التجارة والناس الأثرياء. هم من تجي تقيس تجار الموجودين والناس الأثرياء هم أكثر شيء بالفضيلية، أكثر من الموجودين خارج الفضيلية. ومع احترامات أنا مو جاي أنقص من محافظات لو جاي أمدح، لا قسما بالله. وأرجع وأقول لك أنا رجال عمارتي وافتخر ويزودنا فخر إذا كنا من أهل الفضيلية. وتحياتي للجميع وكلهم على العين والرأس، وكلهم إن شاء الله أولاد عامر وكلهم بيهم البركة، وتحياتي للجميع.